خليني أقول الأول أن الدعاء يغير القضاء ويرد القضاء ويتصارع مع القضاء. يعني إيه؟ يعني أنا داخلة شهر كريم، شهر رمضان، شهر الخير والمنحة والنفحة، صح؟ ما هو ده منحة ونفحة. أمال الناس كلها ليه بتحاول تنتظر شهر رمضان بفارغ الصبر وتدعي ان ربنا يبلغها شهر رمضان؟ والصحابه على فكره كانوا بيعملوا كده، 6 شهور قبل رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان، و6 شهور بعد رمضان يا رب تقبل منا شهر رمضان. ليه بقى؟ ليه بقى شهر رمضان؟ عشان هو منحه من الله سبحانه وتعالى لعباده وكمان نفحه. فالدعاء لما يدخل في شهر زي ده يعمل معجزات، يعمل معجزات صحيح، لأن في الأصل الدعاء بيرد القضاء لو كان أقوى منه، ويتصارع مع القضاء يبقى البلاء نازل وبس الدعاء مش قوي قوي فيبقى يوقفه، أو يكون الدعاء ضعيف فالبلاء يغلب الإيه؟ الدعاء. شفت إزاي مواقع الدعاء؟ لكن ليه بقى شهر رمضان ده بننتظره؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا نفحة، نفحة علشان كلنا بلا استثناء ننهل فيه من الخير، ناخد على قد ما نقدر، نحاول. عارفه اللي هو عمال يغرف من حاجه كده باللغه بتاعتنا اللي احنا بنكلمها بسيطه فبتوصل للناس بسيطه. خدوا على قد ما تقدروا من شهر رمضان. بصي، عارفه اللي بياخد ويكبش ويجري، بس ايه؟ انت بتجري بحسنات، انت بتقدمي حسنات قدامك يوم القيامه تسبقك، تروحي تلاقي كل ده. اصل خدي المفاجأة، الحسنة في شهر رمضان ب70 ل700، ممكن تبقى 700 الحسنة. والصلاة في الفريضة في شهر رمضان تعدل 70 في غيره، والنافلة تعدل الفريضة في غيره. فتخيلي بقى حضرتك عندك باب نهر من الحسنات مفتوح في شهر رمضان، انهلي منه زي ما انت عايزة. فالدعاء لا، ده سلاح ومفتاح كبير، ما ينفعش ابدا اني اسيبه، ما ينفعش ابدا اني ما استغلوش. طيب انا ليا دعوة في شهر رمضان مستجابة ولا ماليش؟ ها؟ انا سمعت انه كل يوم دعوة واحدة يا رضوى ولا اكتر من دعوة؟ تفتكري انت ايه؟ المشاهدين اللي بيشاهدونا كل يوم يا جماعة دعوة، عشان سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا للصائم دعوة لا ترد. وقال كمان ان الدعوة دي عند فطره، وفي رواية تانية حتى فطره. الله، ده انا افهم من كده حتى دي ممتدة، يبقى معنى كده طول ما انا صايمة أي دعوة هدعيها كل يوم مستجابة. وعند فطره هقول لك ليه عند فطره، علشان خاطر تعلمنا من سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه لما يجي يفطر؟ اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، ماضي اهو، ذهب الظمأ وابتلت العروق، يبقى فيه فطر وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى هنا في الحتة دي في عند فطره. طب حتى فطره يبقى طول النهار. طيب نرجع تاني، ايه أفضل الأدعية والعبادات؟ حلو قوي الأدعية. تفتكري لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدعي في ال10 الأواخر اللي فيهم ليلة القدر الجمال دول، يقول أجمل دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب وأنا ما اخدوش من الأول ليه؟ طب وأنا ما خلوش من أول ليلة من رمضان؟ عايزين يا جماعة من أول ليلة من رمضان نعمل حاجتين أو 3. أول حاجة إن احنا ندعي الدعاء ده، اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار وبلغنا ليلة القدر واعطينا اجرها وخيرها. ادي دعاء بندعيه، وننوي صيام شهر رمضان كله، لانه عند الامام مالك صوم شهر رمضان ده اسم للشهر كله، فانا لما انويه كله. لكن عند الجمهور لازم اجدد النية كل ليلة قبل الفجر.
اقول بقى قبل الفجر ايه بعد ما اتسحر؟ نويت صيام الغد من شهر رمضان ايمانا واحتسابا. نسيت، ركزوا، نسيت. كون اني بتسحر لبكره عشان اصوم ده نيه. نسيت اتسحر ونسيت انوي. كون اني اعرف ان بكره يوم من ايام رمضان واني هصومه نيه. وعشان الايام اللي بتفلت مني دي عايزه قبل رمضان انوي صيام الشهر كله ايمانا واحتسابا لله. دي قصه. القصه الثانيه صلاه ركعتين توبه ندخل بيهم الشهر، بس توبه بجد، توبه نصوحه، توبه حقيقيه، اني فعلا يا ربي انا هتوب عن اي معصيه، وعهدك يا ربي اني هغير العادات الوحشه السيئه كلها اللي عندي. كل عاده سيئه وحشه انوي اني اغيرها يا رب في شهر رمضان.